السلام عليكم، مرحبا بكم على قناتي. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم راح نشارك معكم وصفة لي شوسون بذوق البرتقال، حلوة خفيفة للعيد واقتصادية ما تكلفش بزاف وتجي بنينة وخفيفة وشكلها بزاف شباب. نحتاج في هذه الوصفة 200 مليلتر زيت، 100 مليلتر عصير برتقال، مغرفة صغيرة من لاباتا غومي بذوق ولون البرتقال، 50 غرام من مربى البرتقال، غرفة كبيرة سكر، 4 مغارف حتى ل5 مغارف كبار مايزينا، 400 غرام حتى ل 420 غرام فرينة، ومغرفة صغيرة خميرة الحلويات. والحشو تاع الحلوى تاعنا طبعا راح نستعمل معجون البرتقال، وهذه المقادير الكل تعطينا حوالي 27 حتى ل 28 حبة. وللتزيين راح نستعمل نواه كوكو. كنت لونته بهاد لاباتا غومي بعطر ولو البرتقال، راني حاطه في القناه فيديو لطريقه تلوين نواه كوكو، تصيبوا رابط الفيديو في اول تعليق. ونحتاج ايضا للتزيين سكر ناعم، وراح نستعمل كذلك قشور البرتقال معسلين كنت حضرتهم من قبل. نجيو لطريقة التحضير. نبداو نحطو السوائل مع بعض. نحط الزيت، عصير البرتقال، نزيدو السكر ومربى البرتقال ونخلط بالفوي مليح، وبعدها نضيف باتا غومي بلون وعطر البرتقال ونخلط، ونضيف عليهم المايزينا ونخلط حتى تندمج المايزينا مليح، وبعدها نضيف الفارينة وخميرة الحلوى ونبدا نخلط بيدي، ما نعجنوهاش، نلمو برك العجينة تاعنا بهذا الشكل حتى نتحصلوا على هذا القوام. نخلو العجينة ترتاح من 10 دقائق حتى لربع ساعة. بعد ما ارتاحت العجينة تاعي ربع ساعة نشكلها كرات، كل كرة فيها 40 غرام. نحكم كل كرة نحلها بهذه الطريقة، ونجيب مول تاع السوفلي اللي يكون صغير ونحط فيه العجينة اللي حليتها. هنا نعطيكم ملاحظة صغيرة، كي نكونوا راح نحطوا العجينة في المول ما نفتحوهش كامل، نخلوه هكذا مائل شوية باش كي نعاودوا نغلقوا على العجين ما يتشققش. وبعد ما حطيت في المول العجين اللي حليته بهذا الشكل، نحط فيه غرفة صغيرة من مربى البرتقال ونغلق عليها بهذه الطريقة، ونحي العجين اللي خارج من الحواف تاع المول. وهذا هو شكل الحبة تاع الحلوى، شكلها بزاف شباب وصغير. نحطها في صينية فوق بابي كويسون وهكذا حتى نكمل كامل العجين تاعي. انا هنا راني كملت العجين اللي عندي. ندخلها للفرن، كنت شعلته من قبل، نخليها طيب من ربع ساعة حتى ل20 دقيقة، ونزيد 5 دقائق الأخيرة. نطفي النار من التحت ونشعل من الفوق باش تعطينا اللون الذهبي للحلوى هذاك. هنا بعد ما طيبت الحلوى نتاعي نجيب سكر ناعم نحطه في الصفايه وندردرو هكذا بهذه الطريقه على نصف الوجه تاع حبه الحلوى، والنصف الاخر ندهنه بمربى البرتقال ونذرو عليه نواه كوكو بهذه الطريقه، ونحط قطعه من قشور البرتقال معسلين في الوسط بهذا الشكل. وهذا هو الشكل النهائي للحلوى تاعي. والتزيين يبقى اختياري، انا هنا كاين حبات زينتهم غير بالسكر ناعم من الفوق وقطعه من قشور البرتقال معسلين، وكاين اللي دهنتهم بمربى البرتقال وزينتهم بنواه كوكو فقط. هذه الحلوى تجي بزاف خفيفة ومنعشة وريحتها تهبل، لأنه حطينا فيها عصير البرتقال وباتا غومي بذوق ولون البرتقال. كانت هذه وصفتنا لنهار اليوم، إن شاء الله تكون نالت إعجابكم. إلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله، ودمتم سالمين.